أكلة العيلة والسر اللي هيخلي الطاسة دي أجمل أكلة شعبية تعمليها في البيت. الأكلة لازم ما استغناش عنها في أول يوم العيد الأضحى، لازم نفطر بيها. هنعمل إيه؟ هنجيب نص كيلو لحمة مفرومة، وهبشر بصلاية، وهاخد التفل بس بتاع البصل وأسيب المية. في الكفتة باخد التفل بس علشان الكفتة ما تفكش مني. هحط ربع معلقة صغيرة سبع بهارات، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة ملح، واقلبهم مع بعض كويس جدا، ياخدوا ويدوا مع بعض في البهارات والملح. وبعد كده هبدأ اكورها كور صغيرة بالشكل ده. هنكور. كورنا الكفتة، جبنا ربع كيلو بقى سجق، هنقطعه قطع وسط، مش كبيرة ولا صغيرة، عشان تبقى في حجم الكفتة، كله يبقى قد بعضه. وهنجيب كبدة، ربع كيلو كبدة، وهقطعها شرايح رفيعة، وهنقطع. خلصنا. هنجيب طاسة على النار، احط فيها 3 4 معالق زيت. بعد الزيت ما يسخن هحط فيها الكفتة، هدي الكفتة صدمة على الناحيتين، الريحة حلوة جدا. واقلب ومش هضغط عليها. انا ضفت ربع معلقة، ربع كوباية مية صغيرة مع الكفتة بعد ما اديتها صدمة، علشان الكفتة تستوي، عشان الكبدة عندي ما بتاخدش سوا، عشان كله يبقى مستوي كويس. بعد كده جبت صينية او طاسة على النار، وحطيت فيها معلقتين 3 زيت، واشوحت فيها السجق بعد ما قطعته. وديت بقى قطعة ليا جميلة، دي بقى قلب البيت كله، وهو ده السر اللي هيخلي الطاسة ديت جميلة جدا. قطعة الليا ديت حاجة تانية خالص. حطيناها وقلبنا، السجق استوى والليا ساحت مع الزيت. هنضيف بعد كده الكبدة. الكبدة مفيش 3 4 دقايق بتكون استوت. وهعصر نص الليمونة ديت فوق الكبدة، عشان ما يبقاش فيه اي زفارة للكبدة. وهنقلب كله مع بعضه عشان ياخد طعم. وهضيف ربع معلقة صغيرة سبع بهارات، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، وحطيت 4 فصوص توم مهروسين، والملح. يا على ريحة التوم، قلبت الدنيا بصراحة، خليه المطبخ حاجة تانية خالص. يا على جمال ريحتها وطعمها بقى، اما تجربوها اجمل واجمل. الكفته اللي عندي اللي انا اديتها صدمه وضفت لها الميه استوت، ضفتها مع السجق والكبده، يتشوح كله مع بعضه عشان كله ياخد من نفس الطعم. وجربوها وقولوا لي رايكم، وايه اللي يكسب الكبده ولا السجق ولا الكفته. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. مستنيه رايكم في التعليقات. مع السلامه.